تلقى اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالأس عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه في نهاية الموسم الجار وفقاً للصحافة الإنجليزية، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإيفواري الحالي مع كريستال بالأسفية للنهاية من الموسم الحالي أي صيف 2023 دون أي نية للتجديد بعد. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، زود نادي الاتحاد السعودي زها ب9 ملايين جنيه حوالي 10.942 مليون دولار أمريكي ولموسم واحد. وتؤكد الديلي ميل أن العرض الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي لزها هو الأكبر في تاريخه، فقد عرض كريستال بالأس على زها راتباً أسبوعياً قدره 200,000 جنيه استرليني، بما في ذلك المكافآت والمدفوعات الأخرى حسبما أشارت الصحيفة. وقال الاتحاد إن الاتحاد ينافس مع ناد آخر بالدوري السعودي على الفوز بخدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، وهو النصر الذي وقع مؤخراً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. أن الراتب الأسبوعي الذي يتوقعه ويلفريد زها مع الاتحاد في حال قبل الصفقة سيكون في حدود 320,000 جنيه استرليني.